في الفيديو شاهد جلالة الملك يفاجئ فوزي لقجع في المستشفى بزيارة خاصة بعد تعرضه لحادثة سير خطير، ويعلن جلالته عن قرار سيهز المغاربة. لن تصدق ماذا فعل معه، ولكن إذا كنت تتفق أن فوزي لقجع أفضل رئيس في العالم فاضغط إعجابا للفيديو وأترك له دعوة بالشفاء العاجل إن شاء الله. تعرض فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لحادث سير أمس الاثنين بالعاصمة الرباط، وهو في طريقه إلى مركز محمد السادس لكرة القدم تزامنا مع مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام طاجكستان التي أقيمت الاثنين في مستهل مشوار أبطال إفريقيا في كأس العالم التي تحتضنها أوزبكستان. وتعرض فوزي لقجع لكسر في يده اليمنى وكسور في أضلاعه وخدوش على وجهه وضربة على عينه، لكن ما هز المغاربة هو لحظة زيارة جلالة الملك لفوزي لقجع قبل قليل، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي صور جميلة يظهر فيهم جلالة الملك محمد السادس وهو في زيارة رسمية لرئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع. وظهر جلالته وهو يطمئن على الحالة الصحية لفوزي لقجع ويقبل رأسه مؤكدا أنه سيتكلف بجميع مصاريف علاجه، بينما فوزي لقجع مستلقيا على سريره وهو منهار نفسيا وسعيد في نفس الوقت بالزيارة الإنسانية التي قام بها جلالته في مشهد سيظل راسخا في أذهان المغاربة. وجعلت قنوات العالم والإعلام الجزائري منبهرة بهذا المشهد الأسطوري الذي يرسخ الحب والولاء الذي يربط هذا الملك الشهم بشعبه الوفي. وفي النهاية لو أنت فخور بجلالة الملك فاضغط إعجابا لهذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك بقناتنا ليصلكم جديدنا.